توالت الأوصاف وتعددت النعوت. أساليب الغزل والجمال في لغة الذات قيلت كلها لوصف ما يفعله فوق المستطيل الأخضر، فنيته من طراز فريد بأسلوبه الخاص الذي لم أرى شبيها له بعد، استثار به الدوافع والمشاعر وقلوب المتابعين. طارق التايب، البرنس الليبي الذي أبهر كل من شاهده، ملك النولوك باس أو الباس عيون كما تسمى، خطفت الأضواء كلها هنا. وصف المعلق كان أبلغ من التعبير. إلى طارق يا عيني يا طارق يا نعيم، إنه يرى في الظلام بص عيون بص جنون يا نعيم، كيف تشوف وهو مجد طارق على عرش الكرة كان ليكون أعظم مما حققه لو لعب في إحدى دوريات أوروبا المعروفة. تجربة قصيرة رفقة بريمير البرتغالي وأخرى رفقة غازي عنتاب رسم فيها قليلا من إبداعاته. قام التايب بتجارب رفقة يوفنتوس الذي أرسل كشافين خصيصا لمتابعته يومها، كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع السيدة العجوز، لكن تعذر إرسال إجازة اللاعب من الاتحاد الليبي عرقل مسار الانتقال. حظ طارق العاثر تواصل مع سعيه نحو الاحتراف. تجربة أخرى رفقة ويست هام تعثرت بسبب تصنيف المنتخب الليبي عالميا، أين احتل المركز 120. رخصة الاحتراف في إنجلترا كانت تنص على أي لاعب خارج إنجلترا أن لا يتعدى تصنيف بلده المرتبة 70. في سنة 2003 خاض المنتخب الليبي مباراة ضد الأرجنتين انتهت لصالح تانغو بثلاثية بصم عليها الثلاثي صافيولا وريكيلمي وبابلو أيمار، فيما سجل هدف ليبيا الوحيد طارق التايب بعد توغل عبث فيه بدفاع الأرجنتين. قدم يومها الأمير الليبي واحدة من أفضل مبارياته. أفضل فترات التايب رفقة الأندية كانت مع الهلال السعودي، أين صنع الفرجة رفقة السويدي ويلهامسون وياسر القحطاني والشلهوب وغيرهم. التايب خطف النجومية من البقية، كل كرة كانت تلامس قدميه تتفاعل معها حناجر المشجعين. نتأمل أن يأتي خليفة للتايب من أبنائه يوما ويستلم ميراثه ويحقق ما تمناه طارق، صناعة المجد والتاريخ الكروي في أوروبا ورفقة ليبيا.